عارفين إن الفراعنة زمان وبالتحديد في عصر الدولة الحديثة كانوا بيسجلوا طول ونمو أطفالهم على جدران المعابد، وبيرسموا ألعابهم المفضلة على جدران المعابد، وبيرسموا وبيراقبوا طولهم وتطورهم البدني والذهني. يعني فكرة متابعة نمو الطفل دي أصلها مصري قديم، والنهاردة العالم اتحول لتطبيقات على موبايلك. معاكم النهاردة تطبيقنا تطبيق كيدزيا. قبل ما نبدأ في الشرح، خليني أقولك إن التطبيق ده بيقدم متابعة دقيقة لكل سنتيمتر وجرام في جسم ابنك، جدول تطعيمات ذكي، أنشطة يومية لتنمية الذكاء، مجتمع كامل للأمهات، واجهة عربية سهلة. وفي آخر الفيديو هقولك على أهم 5 عيوب ممكن تخليك تمسحه فورا، وأهم 5 نصايح ذهبية لازم تعملهم قبل ما تسجل بياناتك. تطبيق كيدزيا مش مجرد نوتة، ده بتكتب فيه وزن البيبي، ده مساعد رقمي للأهل. وظيفته الحقيقية هي حل مشكلة التوه اللي بتحصل للأب والأم الجداد. يعني امتى ابني المفروض يزحف، ايه التطعيم اللي عليه الدور، وليه مش بياكل كويس. التطعيم او التطبيق دوت بيتميز عن غيره انه متمصر او معرب بشكل كامل، بيفهم طبيعة أكلك وجدول التطعيمات في منطقتنا العربية. طيب مين اللي يستفيد؟ هو مثالي جدا للأم اللي لسه مخلفة أول مرة، أول طفل، المبتدئة اللي عايزة دليل خطوة بخطوة، اللي مامتها مش موجودة أو مش عايشة معاها عشان تقول لها هتعمل ايه في كل مرحلة. لكن مش هيكون مفيد خالص للمحترفين اللي عندهم 3 4 أطفال، لأنه غالبا بيبقوا خبرة في الموضوع ده، إلا لو حابين يسجلوا الذكريات والنمو بس. التشغيل العملي بقى للتطبيق، أول ما تحمله هتدخل اسم الطفل وتاريخ ميلاده عشان يحددوه هو في أنهي مرحلة. بعد كده أول إعداد لازم تعمله هو تفعيل التنبيهات، عشان التطبيق يذكرك بمواعيد الرضاعة والدواء والتطعيمات وكل شيء. أهم قسم بقى هو المخطط النمو، اللي بيرسم منحنيات وطول الطفل مقارنة بالمعدل الطبيعي العالمي. طب المميزات اللي موجودة حقيقي في التطبيق، أقوى ميزة هي الأنشطة التفاعلية. يعني بيقولك النهاردة العبي معاه اللعبة دي عشان تقوي عضلات إيده. كمان المقالات الطبية اللي فيه موثوقة ومش مجرد كلام منتديات. والميزة المخفية هي تذكيرات الفحوصات اللي بتوفر عليك نسيان زيارة الدكتور المهم. طيب العيوب والمشاكل بقى، نيجي بقى للصراحة. أولا تطبيق تقيل في التنقل بين القوائم، أحيانا بيبقى يعني صعب شوية. النسخة المجانية فيها قيود بتخليك تحس إنك محاصر عشان تدفع. ثالثا بعض المستخدمين اشتكوا إن الإشعارات أحيانا بتوصل متأخرة أو مش بتوصل أصلا. لو الموبايل فيه خاصية توفير البطارية شديدة شوية. التركات بقى والحركات، لو عايز تستفيد منه صح فعل خاصية مشاركة الحساب عشان الزوج يكون متابع معاك وميبقاش ضيف شرف في البيت. وفي حركة صايعة، استخدمي قسم الذكريات كألبوم خاص بعيد عن دوشة السوشيال ميديا عشان تلاقي الصور مترتبة حسب عمر الطفل باليوم. طيب خد بالك بقى من التطبيق دوت بيطلب صلاحية الوصول للصور والكاميرا عشان ذكريات الطفل، وده طبيعي، بس لازم تتأكد انك قافل صلاحية الموقع لو مش محتاجها. الفخ التسويقي هنا هو الإلحاح على الاشتراك في النسخة المدفوعة للحصول على جداول تغذية متقدمة، رغم انك ممكن تلاقيها في المقالات المجانية لو دورت شوية. طيب إساءة الاستخدام، ممكن بعض الناس يستخدموا التطبيق كمسطرة ويضغطوا على أطفالهم نفسيا لو الطفل ما سبقش في النمو زي الأرقام اللي في التطبيق، وده غلط. التطبيق استرشادي مش قانون لازم يتطبق، ومش كل الأطفال شبه بعضيها، بس لازم تبقي عارفة إن في مشكلة أو خلل تدوري على حلها، لكن مش بالعافية. المقارنة والبديل الأشهر هو بيبي سنتر، ده أشهر عالميا، بس كيدزيا يكسب في الروح العربية ودعم التطعيمات المحلية. هو أحسن لو أنت عايز محتوى عربي، وأسوأ لو أنت عايز قاعدة بيانات ضخمة جدا من الأمهات حول العالم. أهم 5 عيوب: بطء بسيط في الواجهة، قيود النسخة المجانية قليلة، الحاجات اللي فيها المجانية إشعارات غير مستقرة أحيانا، حجمه بيكبر مع كثرة الصور، محتاج نت معظم الوقت. أهم 5 نصايح أنصحك بيها: سجل البيانات أول بأول، فعل المشاركة مع الزوج، لا تعتمدي عليه كبديل للدكتور، استخدمي تنظيم التطعيمات والتذكير بيها، اشتراك فقط لو طفلك في أول سنة. أكثر تعليق علي لايك في المتجر، تطبيق ممتاز جدا وفك عني أزمة التطعيمات، بس ياريت تحسنوا سرعة فتح الصور شوية. التقييم النهائي يستحق التحميل لو انت اب او ام لاول مره وعايز دليل في جيبك، يستحق المساحه. ايوه، لانه بينظم حياتك مش مجرد ترفيه.
لو عجبك الفيديو واستفدت منه بأي شيء، شير ولايك وسبسكرايب. لو عندك أي معلومة أنا ما قلتهاش، يا ريت تكتبيها في الكومنتات وأنا هثبت تعليقك عشان كل الأمهات تستفيد زي ما انتي اتعلمتي من التطبيق. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.